السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غنديروا واحد الشي هو الصراحة الغدا اللي هي سهلة وبسيطة جدا وخفيفة وسريعة. يعني ما غاديش تحتاجي بزاف د الوقت وتبدلي حتى من الروتين اليومي اللي كل مرة كديري حاجة. يعني هذه حاجة بسيطة وكتجي الصراحة زوينة ومشبعة وكلشي. هنا شديت أنا صدر ديال الدجاج، ودرت بصلة شلطتها مزيان، شديت الفلفلة حلوة حتى هي شلطتها مزيان، الحمرا والفلفلة الخضرا، ودرت شوية ديال التومة ودرت الزيت ودرت الإبزار ودرت العرق الأصفر ودرت شوية ديال التحميرة. وإلا بغيتي ديرو ضويمة ديال الدجاج غديري واحد نص ضويمة ديال الدجاج، ما بغيتيش ديريه ما ديريش. وديري شوية ديال الزعتر تا هو فوق منها، وشوية الأزير، ولكن اليزير حتى تطفي عليها. ملي تطفي عليها عاد غديري واحد شوية اليزير، يعطيك ديك النسمة ديالو كتجي الصراحة زوينة. هنا شدينا بطاطا حتى هي نقيناها، درنا ليها الملحة حركناها مزيان في ديك الملحة. عاد درت هاد التقلة هنايا في كيف ما تشوف الزيت. انا جبت بطاطا ديال القليان، يعني ما غاديش نحتاج نسلقها عاد غنقليها. كي نقيتها درت لها الملحة ودرت هاد التقلة نيشان. الصراحة غدا خفيف ظريف كما كنقولوا يعني. غنديروهم ان شاء الله ساندويتشات، وصايبنا واحد شويه شلاضه حتى هي اللي هي ضروريه مع هاد الساندويتشات اللي درنا. ضروري شويه شلاضه ضروريه مع هاد. هنا غنشدو هاد المحراش اللي عندنا غادي نقطعو على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا درنا شلاضه حتى هي ضروريه مع رفقه الساندويتشات، يعني ضروري خصها تكون شلاضه معاهم. كما قلت لكم اليوم وحنا فكرنا غنديرو غدا، درنا غدا خفيف ظريف. هنا غندير شويه الملحه وغندير واحد شويه ديال الزيت اللي هو ضروري كدير شويه الزيت مع الشلاضه. الصراحه كيعطيها واحد النكهه زوينه كيجي واحد البنده زوينه. هنا غنخلطوها مزيان، ايوا وندوزو نكملو معكم طريقه التحضير. هنا غادي نفرقوه على كل واحد، غنحط ليه سميتو في الطبسيل ديالو. هنا غادي نبداو نعمرو في ديك الخبيزات المحرشات اللي عندنا، غنبداو نعمرو فيهم. كما كنقول لكم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش واحد لايك وكومونتير زوين واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. يعني الصراحه ليا غديوه خفيفه ظريفه والصراحه كتجي زوينه وسهله، يعني في متناول الجميع. كنتمنى يعجبكم صراحه. مع الدخول المدرسي هادشي اللي كيصلح الوليدات، كل واحد كديري ليه محريشه كتعمريها ليه او كتصافي ياخدها كيمشي، كل واحد كيتغدى وكيمشي. يعني ماشي تبقاي كل واحد الا درتي مثلا طاجين او شي حاجه بحال هكا كل واحد تبقاي تحطي ليه. يعني ما غاديش من الاحسنيه بحال هاد الوجبات بحال هكا خفيفه، يعني صراحه زوينه وصحيه بالنسبه لهم همايا وشي حاجه زوينه يعني غتعجبهم.